السلام عليكم ورحمة الله. حصريا مندوب فلسطين رياض منصور يصدم عمر هلال. هكذا تعامل مع عمار بن جامع بحرارة قوية، وهذا ما قاله للجزائر. تصريحات نارية في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. تفاعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاستقبال والحضن الأخوي الحار الذي حظي به مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع من طرف مندوب فلسطين رياض منصور. وبعد المحاولات اليائسة من عمر هلال مندوب الكيان المغربي لدى هيئة الأمم المتحدة، بعدما حاول سرقة جهود الجزائر من خلال إقحام نظامه في الواجهة خلال المعركة الكبيرة التي خاضتها الجزائر بمجلس الأمن، حيث رد مندوب دولة فلسطين بقوة على النظام المغربي والإمارات وبعض الكيانات التي كانت تحاول سرقة جهود الجزائر. وقال رياض منصور لعمار بن جامع بكلمات معبرة وصادقة بأن الجزائر ما دامت بمجلس الأمن فإن العضوية الكاملة لدولة فلسطين راح تيجي، وهي العبارات التي تفاعل معها العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب عضوية فلسطين وإنما لمكانة الجزائر ودورها الكبير الذي تقوم به على مستوى مجلس الأمن بدفاعها المستميت عن فلسطين، لتجسد بذلك المقولة الخالدة للجزائريين على أن الجزائر مع دولة فلسطين طالما كانت في مجلس الأمن ظالمة أو مظلومة، في حين راح البعض بأن كلمات السفير الفلسطيني رياض منصور كانت موجهة للجزائر بعد الموافقة على طلب توسيع المجلس الأممي وضم أعضاء جدد، حيث قال السفير الفلسطيني بأن الجزائر ما دامت بمجلس الأمن فإن العضوية راح تيجي. شاركنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.